ازيكم؟ الحقيقه ان شجعني ان انا استضيف دكتور قيمه وقامه زي دكتور عبد الرحمن عبد العال، وهو ان الفتره الاخيره الناس بقت تهتم بالدكتورز على اساس الريتش اون سوشيال ميديا، ولكن احنا نسينا ان احنا لازم نتاكد الاول من شهاداته ودرجته العلميه. يعني مثلا من فتره مش كبيره اللي خلاني ان انا اصلا استغرب الموضوع ان صاحبتي كانت بعتالي اون سوشيال ميديا بتقول لي هو فين الصفحات بتاعت الدكتور علشان اتاكد هو كويس او لا. فكرت مع نفسي هو احنا اصلا من امتى بنفكر بالطريقه دي؟ يعني لازم ان احنا نتاكد الدكتور ده هو شاطر او لا، دي بقت حاجه اخيره، احنا لازم نتاكد اصلا هو دكتور او لا. طيب ليه الدكتور عبد الرحمن عبد العال؟ لانه ببساطه هو بروفيسور حقيقي، بروفيسور جامعي مش بس اون سوشيال ميديا. تاني حاجه لانه خبره اكتر من 30 سنه في مجال جراحات التجميل، وبصراحه قليل قوي في مصر اللي وصل للخبره دي. تالت حاجه ان هو حاصل على زمالات كتير من اكبر جامعات في اوروبا، زي جامعه سواندي في انجلترا، وزي جامعه زيورخ في سويسرا، وجامعه اولدنبرج في المانيا، بخلاف طبعا ان هو عضو في الجمعيه المصريه لجراحات التجميل، وطبعا الجمعيه المصريه لجراحه الوجه والفكين، ده غير الجمعيه الدوليه لجراحات التجميل والجمعيه الدوليه لجراحه الوجه والفكين. وطبعا ده بخلاف المؤتمرات الكتير الدكتور كان متواجد فيها والابحاث اللي شارك بيها في المؤتمرات دي. في النهايه حابه اقول لكم ان الدكتور مش بعدد الفولورز او بتواجده اون سوشيال ميديا، الدكتور الحقيقي بيكون بخبراته ودرجته العلميه.